لو قارئ مش عارف يميز ما بين البطل والشرير فخلي الشرير أكثر شرا. ده اللي كنت بقوله لك عزيزي الكاتب الفيديو اللي فات. المرة دي هنعمل توتوريال خطوة بخطوة، هوريك فيه أصلا إمتى البطل والشرير ما بيكونوش باينين من بعض، وإزاي عبر الرواية أوصل القارئ بتاعي للحظة بتاعت الأها مومنت اللي احنا كنا نتكلم عليها قبل كده، اللي استحالة يلخبط فيها ما بين الاتنين. خلينا نبدأ بالقصة بتاعتنا. بتتكلم عن مملكتين دخلوا في حرب. طيب مين الأبطال بتوعي؟ أمير مملكة الشمال وأمير مملكة الجنوب. فلو جيت سألتك في اللحظة دي يا ترى يا هل ترى مين الشرير، هتقولي والله هو أمير مملكة الشمال بالنسبة لأمير مملكة الجنوب هو الشرير، وأمير مملكة الجنوب بالنسبة لأمير مملكة الشمال هو كمان الشرير، عشان ده بيقتل في ده وده داخل في حرب ضد ده. يعني مين البطل ومين الشرير؟ مفيش، لأن انت كده بتتكلم بشكل موضوعي. انت انا جيت قلت لك لا خد بالك من حاجة، ده في مجموعة مرتزقة من مملكة الشمال راحت دكت قرية بريئة في مملكة الجنوب سوتها بالأرض. دول ما سابوش فيها عصفورة عايشة. هنا بقى مين البطل ومين الشرير؟ خد بالك انت الأبطال الرئيسيين بتوعك مين؟ الأمير والأمير. فهتيجي تقولي والله هم المرتزقة من مملكة الشمال صح؟ والقرية من مملكة الجنوب. فأمير مملكة الجنوب دخل حرب ضد مملكة الشمال. طب ثانية، طب مش المرتزقة هم اللي أذوا القرية اللي دخلوا مع مملكة الشمال؟ هو كده هو الشرير عشان هو بيضرب في المملكة كاملة بدل المرتزقة، ولا أمير الشمال هو كده الشرير عشان هو بعت المرتزقة؟ فين البطل وفين الشرير؟ هنا كلهم أبطال وكلهم أشرار. قمت أنا جيت أقول لك لا خد بالك، اللي حصل فعلا كان إن أمير مملكة الجنوب أصلا هو الثالث في وراثة العرش، ولكن بذكائه قدر إن هو يخلي الملك يختاره. هذا أساس القصر بقى والمكائد والقصة. المهم يعني، بس الراجل ده عنده مشكلة، الفلوس لما بتتمسك في إيده بتجري. فخمر ونساء راح جاي مضيع فلوس خزنة المملكة. يا لهوي، ده هو لو كشف ولو اتعرف هيتشال أصلا من إن هو يبقى ضمن اختيارات الورثة. طب نعمل ايه؟ قالك بص، مملكة الشمال على حدودها، دي حدودها ما بين الاتنين، على حدودها في منجم دهب. المنجم ده لو هو أخده هيقدر يعوض الفلوس، لا وهيجيب فلوس زيادة كمان، وهيثبت مكانه في إن هو اللي يكون وارث العرش.